السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آه، مبروك للمنتخب كابتن حسام حسن. طبعا أنا مش أنا اللي هقيم كابتن حسام حسن. أنا جاي بس أتكلم في الموضوع بشكل سريع كده ومختصر. كابتن حسام حسن تاريخ كبير جدا مع منتخب مصر كلاعب، هداف التاريخي لمنتخب مصر. آه، اخت- الفيفا اختارته من أفضل 1000 لاعب في كأس العالم، في هدفه في الجزائر وتصعيدنا سنة 90. يعني الكابتن حسام حسن تاريخ كبير جدا يعني مع المنتخب، وكان عميد لاعبي العالم لحد كابتن أحمد حسن ما تعدى الرقم. أكتر من 170 مباراة كابتن حسام حسن مع منتخب مصر. طبعا من نادي المياه في الدوري المصري، درب أندية كبيرة جدا في مصر. الزمالك والمصري وصل بيهم الكونفدرالية، وسموحة، ودرب كان ليه فترة مع الأردن، منتخب الأردن دي الفترة الوحيدة اللي كانت مع منتخب الأردن. كابتن حسام حسن كمدرب احنا محتاجينه في الفترة دي. احنا يمكن الاتحاد حاول يهدي الدنيا ويجيب كابتن حسام حسن لأنه المنتخب المصري محتاج مدرب وطني في قيمة كابتن حسام حسن. والعزيمة بتاعت الكابتن حسام حسن والشغف بتاع الكابتن حسام حسن، وانه يحقق بطولة او بطولات مع منتخب مصر، ده موجود في الكابتن حسام حسن، وانه هيوصل للعيبة الحماس ده والرجولة. وطبعا مع الفنيات بتاعت كابتن حسام حسن. كابتن حسام حسن مش عزيمة ورجولة وحماس بس لا، لا، الكابتن حسام حسن عنده فنيات وعنده تدريب. يعني ما مسكش منتخبات كبيره او ليه سي في كبير مع المنتخبات، لكن كابتن حسام حسن احنا الفتره دي منتخب مصر محتاج واحد زي كابتن حسام حسن. اتمنى التوفيق لكابتن حسام حسن، واتمنى التوفيق لكابتن ابراهيم. طبعا في اختلافات كتيره، اللي مؤيد واللي معارض، لكن المجمل ان منتخب مصر محتاج واحد زي كابتن حسام حسن، لان نجحنا مع المدرب الوطني، نجحنا مع كابتن حسن شحاتة 3 افريقيا، كابتن الجوهري الله يرحمه، ومستنين فرصة كابتن حسام حسن وجت. في الفترة الحالية المدرب الوطني في كل الدول، يمكن العربية والأفريقية، المغرب الركراكي رابع العالم، اليو سي سي مع السنغال حقق بطولة وصعد بيهم كأس عالم، جمال بالماضي مع الجزائر حقق بيهم بطولة مصر، خد بيهم أفريقيا، عمل بيهم يمكن نتائج حلوة في كأس العالم، كان على حافة الصعود مع الكاميرون يمكن بهدف. ريجي بارسونج مع الكاميرون. يعني أمثلة كتيرة للمدرب الوطني، فاحنا جات لنا الفرصة يمكن من بعد كابتن حسن شحاتة مفيش بطولة جات لمنتخب مصر مع أي مدرب أجنبي، سواء أجنبي ولا محلي. لكن كابتن حسام حسن المنتخب في الوقت الحالي محتاجه. كابتن حسام حسن ما عندوش نجم ومش نجم، لا، مع احترامي طبعا لصلاح، نجم من احسن لاعيبه العالم، نجم احسن لاعب يمكن جاء في تاريخ مصر في الاحترافيه والنوصل للعالميه. لكن كابتن حسام حسن ما عندوش الكلام، هتديني في الملعب فوق دماغي واهلا وسهلا، وهتبقى النجم الاوحد ومش الاوحد. مش هتديني في الملعب، انا يعني كلنا عارفين الكابتن حسام حسن اطلع نزل حد مكانك يديني في الملعب حماس وعزيمه ورجوله وضغط وضرب ولاعب وكل حاجه. مفيش حاجه اني بخاف على نفسي وما بخافش على نفسي. هو ده كابتن حسام حسن. هنستنى الفتره اللي جايه ايه اللي هيدور. يمكن اول تجمع المنتخب في 22 مارس بطوله الامارات مع تونس ونيوزيلندا وكرواتيا تقريبا. فنستنى كابتن حسام حسن. كل الدعم والتقدير لكابتن حسام حسن ابراهيم والجهاز الفني منتخب مصر. يعني الواحد مبسوط
واستنى النتائج بتاعت كابتن حسام حسن والنتائج ان شاء الله باذن الله جايه مع الفنيات، مع الحماس، مع العزيمه بتاعت كابتن حسام حسن. كل اللعيبه هتتوحد مع كابتن حسام حسن. الكابتن حسام حسن اتمنى انه يدير المنتخب باحترافيه، لان هيكون في تصادمات كتيره مع لعيبه ومع الاتحاد المصري. يعني اتمنى انه ياخد الفرصه كامله وما يمشيش في اسرع غلطه او اسرع، يعني زي ما بيقولوا مستنين السكينه، لا ياخد فتره زي ما كل الناس خدت فترات، يدير بشكل احترافي، الناس في الاتحاد تساعده وما يكونش فيه حاجات يعني يكون فيها تصادمات او اختلافات. يسيبوا الراجل يشتغل براحته. كابتن حسام حسن مكسب كبير جدا لمنتخب مصر في الفترة الحالية، وقدامنا تصفيات كأس العالم والصعود ل 2026 إن شاء الله بإذن الله. كل الدعم والتقدير للكابتن حسام حسن، التاريخ الكبير لمنتخب مصر. يعني كل الدعم والتقدير، وشكرا. السلام عليكم.